الموقف بتاع المنتخب المصري موقف سيء جدا، والناس كالعادة بتنشغل بأهلي وزمالك. يعني فلان لعب، فلان ما لعبش، فلان حلو، فلان وحش. كل حاجة عندهم مبنية على الفكرة القديمة بتاعت الفرق، ان ده اهلي ولا ده زمالك ولا ده كويس ولا ده وحش. الموقف سيء واللعب سيء، وشدنا جامد جدا وطلعنا كل قوتنا وعلى الفاضي. ويقول لك الشوط الثاني احسن شوط مش عارف ايه واحسن شوط ايه. محدش بيبص للنتيجة انها نتيجة خايبة او نتيجة عرضتنا وهتعرضنا للطلوع بدري من الدورة دي كلها. وعمالين يفنطوا في اللعيبة ويتكلموا على اساس مين احسن لو كان اهلي ومين احسن لو كان زمالك.